بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المتابعين ورحمة الله وبركاته. أخواني الأعزاء، هاي المفقسة من كفر براد المشروبات الغازية، تم تحويرها إلى مفقسة تسع إلى 1250 بيضة، وبيها مجال للزيادة لملء هذه الفراغات في الرفوف. قبل ما نفتحها ونشرح عليها اخواني، هسه هي صار 4 أيام تشتغل بالجو الخارجي. يعني اليوم احنا الشهر شهر 12، اليوم 6 بشهر 12 والجو بارد. هنشوف العزل مالها حاليا. هاي الحرارة مالتها اخواني 37 و7، صار قبل يومين او 3 مشغليها مستقرة على هذا الدرجة، وتشتغل بال37 و5 وتطفى ب37 و8. هذا قارئ الفولتية اخواني، هذا بما معناته ينطي دلالة بأن الكهرباء واصلة للمفقسة، وهذا طفت الكهرباء، طفت الحرارة، مصدر الحرارة هذا يطفى، وهذا دلالة إذا اشتعل بأن مصدر الحرارة داخل المفقسة مشتغل. وهذا تم تثبيت هذا المحول الكهربائي من 220 فولت إلى 24 فولت، تم ربطه بهذا الكيفية لأن الجك هي تقليب جك يشتغل على 34 فولت، وهذا السويش خاص للتقليب اخواني. قبل ما نفتح المفقسة، هذا المحرار ايضا مستقر على 37.5 كما هو واضح اخواني. هسه راح نفتح المفقسة ونشرح لكم بعض الامور المهمة اللي تفيدكم بالتفقيس. حاليا فتحنا المفقس. شوف اخواني، هذا الدكت احنا حسب تقديراتنا لحجم المفقسة اللي احنا عندنا دكت واحد، والمروحة خلفها يصير فتحة شهيق 3 سنتيم اخواني، كما هو فصلناها بصفحتنا وفي قناتنا بارك الله بكم. خصصنا لها دكت قياساتها معروفة، دكت واحد. اما هذه البراد تقديرا الحجم محسوب مال مفقستين، فاحنا سوينا له دكت باليسار مثل هذا. هو القاعدة مال الدكت يسحب من الاعلى. شوف قوة الدفع مال الساحبة. هذا الدفع اخوان اللي احنا قلنا عليه ما يستمر بنفس القوة، لان هو بالدكت سريع. شوف هاي القوة الساحبة، هذا ما راح يندفع بنفس القوة، راح يضعف. شوف من الاعلى السحب، هذا السحب، هذا الحركة الهادئة هي اللي الموجودة بالحيز المفقسة. اما بالدكت، فالدكت المجرى او سرعة الهواء جدا عالية مثل ما شفتوها بالاسفل بارك الله بكم. هاي الرفوف ستندر اخواني، وتقعد برفوف بالشيالات او الرفوف مال الحديد، والعددهن 14 رف، 14 رف على 88، يعني 1250 بيضة قابلة للزيادة. هاي الرفوف يبقى بها البيض حسب ما معلوم للجميع اخواني، يبقى بها البيض 18 يوم بالنسبة للبيض الدجاج. وهاي مع المفقسة 12 بجر تزقام بالخشب. هذا بدون بسامير، كنرات اخواني. هذا خاص مسوي، خاص نجار خاص مسوي هاي الشغلة، القياسات مالته. هاي ويا 12 سلة مثل هاي التزقام.
هاي خاصة لغرض التبقيس. بارك الله بكم. هسه احنا نجي على التقليب، نظام الجك. هذا اخواني يرفع 25 سنتيم، اللي هي المسافة المطلوبة للتقليب 45 درجة للقلابات الحديد هاي اللي مصممة بهذا الشكل وهاي الكيفية. اخواني مصدر الحرارة اخواني 3 جلوبات ابو 100 واط، وهذاك الجلوب المنفرد لغرض الإنارة. هسه احنا في وقت بارد وهي مستقرة على 37 و6 و37 و5. هاي الجلوبات اخواني هي تعتبر مصدر الحرارة، يصير تحتها مباشرة حوض مال ماي والمروحة. هذا التيار مالها يضرب على سطح الماء، ومع أشعة المصابيح تتوفر لنا رطوبة طبيعية مناسبة جدا، وتم تجربتها ومعايرة المفقسة. هاي المفقسة اخواني بيها ضمان، مو سنة ولا سنتين ولا 5 سنوات، بيها ضمان على قدر حفاظك على كفر المفقسة. هذا الكفر قد ما تحاول يبقى وتداريه راح عندك هذا التفقيس مستمر. طبعا الضمان يعني يشمل النظام، يعني مو مثلا انت تخلي بيض غير صالح للتفقيس وتريد نسبة عالية، او الكهرباء او الادارة سيئة، او يعني المهم او الاجزاء الكهربائية مثل المروحة. يعني لا تعطي المروحة مثل ما يعطي للقلوب. انا ما ممكن اعطي ضمان للمروحة اللي بدل عن الشركة المصنعة. بارك الله بكم وارجو ان استفاديتم.